ملك وهي عايشه بره كانت ملمومه على شله فاسده. دنيا انت بقى ايه صفات الشله الفاسده بالنسبه لك؟ بالنسبه لي دلوقتي حاليا الحاجه اللي ممكن تبقى فاسده هما ما يزقوش بعض لقدام او يشجعوا بعض او يفرحوا لبعض او يقفوا جنب بعض او هما ما يسمعوش بعض مثلا أوكي. او ان كل حد بس فارق له نفسه بس. دي اكتر حاجات ممكن تبقى اوف قوي، يعني اللي هو من الصحاب ليك، فاهمه؟ جدة ملك كانت دايما لما تعوز ان هي تعاقبها بتسحب منها الموبايل وبتحبسها في الاوضه. استاذه لطيفه تحفه تحفه، بحبها قوي. مش عارفه أوكي. هتشوف ولا لا، بس بحبك قوي احنا كمان بنحبها أيوة. جدا وتخوفتنا جدا في اول جدا. قولي لنا باباكي ومامتك كانوا بيعاقبوكي ازاي وانت صغيره، لو كان في اصلا عقاب؟ كان في يمكن كان اكتر حاجه ان انا كنت عنيده جدا. كنت انا ومامتي دايما اللي هو هي بالنسبه لها اعندي مع كل الناس ما عدا انا، بس هي كانت بصراحه بتسيبني لشخصيتي دي، بس كانت اللي هو لا ممكن مثلا برضو الصمت العقابي ده اللي هو انا مش هكلمك، مش لا تقعدي لوحدك دلوقتي. دي اكتر حاجه انا فاكراها، ان هو كنت لو عندت او قلت لا او مش عارفه ايه او كده كنت دايما بترمي لوحدي كده في حته معينه.